الموضوع المرة دي مختلف، لأنه الفريق اللي داخل يتكلم عن حلمه في جين زي مش عاوز فلوس ومش عاوز دعم، مش عاوز أي حاجة غير النصيحة والمشورة من لجنة التحكيم. فريق كاربون ليس جامعة المنصورة. أنا مهاب محمد جامعة المنصورة ومؤسس كاربلس. طبعا زي ما الأستاذ فضل قال إن إحنا النهارده مش جايين للفن، إحنا جايين لحاجة أقيم من كده، هي نصيحة حضراتكم وأي حاجة أنتوا تقدروا تقولوها لنا نقدر إن إحنا إن شاء الله ننفذ المشروع بتاعنا. الفترة الأخيرة بدأنا نسمع عن صناعات كتيرة جدا بدأت تتحول إنها تكون صفر كربونية. الصناعة اللي إحنا بنتكلم عنها النهارده هي صناعة مهمة جدا لينا لأن هي بتأثر بشكل كبير جدا في سلسلة الإمداد، ففي الحقيقة بتأثر على كل واحد موجود هنا. صناعة نقل الهدف اللي تم وضعه من المنظمه البحريه الدوليه ان النقل البحري بالكامل يكون صفر كربوني بحلول سنه 2050، واللي بدات اوروبا بتنفيذه واحنا بنتكلم دلوقتي سنه 2024. حط ملاك السفن قدام اختيارين اصعب من بعض. اولهم ان هو يغيروا نوع الوقود اللي هم شغالين بيه او ان هم يشتروا سندات كربون. فصاحب ناقله النفط الموجوده قدام حضراتكم دي عشان يمشي السفينه بتاعته بالغاز الطبيعي هيضاعف التكلفه الاساسيه بتاعته حوالي ضعفين التكلفه. لو فكر ان هو يروح لوقود اكثر صداقه الى البيئه زي الميثانول ففي الحقيقه التكلفه بتاعته هتضاعف حوالي 5 أضعاف ونص التكلفه الاساسيه بتاعته. طيب لو راح لطريق تاني فهيضطر ان هو يشتري سندات كربون مقابل انبعاثاته السنويه باكثر من 72% من الميزانيه بتاعته بتاعت الوقود. طيب هل دي مشكله سفينه واحده او اثنين؟ لا، الحقيقه احنا بنتكلم على 126,000 سفينه بيواجهوا المصير ده واحنا بنتكلم. احنا في كاربون ليس نقدر نقدم الدعم لحوالي 15,000 سفينه وهم اللي بيعدوا من عندنا من قناه السويس عشان نوصل للهدف ده بحلول سنه 2050 وفي نفس الوقت نضمن نقله عادله لملاك السفن. احنا في كاربون ليس طورنا وحده سينو. وحده سينو هي اول وحده معالجه لغاز العادم والتقاط وتخزين ثاني اكسيد كربون على سطح المركب بدون تعديلات جذريه على السفينه لحد اقرب نقطه تفريغ ثاني اكسيد كربون موجوده في الموانئ. بعد كده ثاني اكسيد الكربون ده بيتم تجميعه وبيعه لصناعات بتحتاجه. الوحده اللي حضراتكم شايفينها دي تم اختبارها على لاب سكيل صغير جدا وقدرت ان هي تلتقط 30 جرام من ثاني اكسيد الكربون. صناعه النقل البحري من الصناعات اللي ليها طبيعه خاصه، ففي الغالب عشان نقدر ان احنا نخلي اكبر عدد من السفن عليه وحده سينو محتاجين ان احنا نعمل ماركت فيزيتس بشكل اساسي، وبدانا بالفعل ان احنا نشتغل على البراند اويرنس من خلال الويب سايت بتاعنا والسوشيال ميديا بتاعتنا. وفي المستقبل القريب ان شاء الله هنبتدي ان احنا نشتغل على السيرش انجن اوبتمايزيشن من خلال كيوردز معينه. وفي النهايه طبعا مفيش حد بينجح لوحده فلازم بارتنرز، اهمهم القنوات الملاحيه والمواني والصناعات اللي هتشتري ثاني اكسيد الكربون. طبعا اهم الهيئات هي هيئه قناه السويس، طبعا ليها رؤيه خضراء بحلول سنه 2030 عايزه تكون القناه الخضراء، وده طبعا من اهم الشركاء لينا. بالنسبه للفلوس طبعا احنا جايين عشان الاستثمار، فهنقدر ندخل فلوس من خلال بيع وتأجير وحده سينو ومن خلال الصيانات بتاعتها. طبعا اكبر جزء من الارباح بيجي من مبيعات ثاني اكسيد الكربون الملتقط من السفن. زي ما حضراتكم شايفين نفس السفينه اللي اتكلمنا عنها في الاول تقدر انها تعمل مبيعات ثاني اكسيد الكربون بحوالي 14 مليون دولار في السنه. وبرضه زي ما حضراتكم شايفين مش فارق نوع الوقود اللي احنا بنستخدمه طالما الوقود ده فيه كربون، في كاربون ليس تقدر ان هي توفر فرص استثمار كويسه جدا لاصحاب السفن ولنفسها. النقله العادله اللي احنا بنتكلم عليها الملاك السفن، احنا في كاربون ليس النقله العادله هي وحده سينو اللي بتقدر تلتقط ثاني اكسيد كربون باستهلاك طاقه اقل ب 35% من المنافس، وفي نفس الوقت نقدر نتعدى نسبه الالتقاط اللي المنافس حاططها اللي هي 40%، نقدر نوصل لنسبه التقاط كامله. المواد اللي احنا بنستخدمها مواد امنه تماما على البيئه، مفيش منها اي ضرر على الحياه المائيه. والاهم من ده كله طبعا ان لاول مره كاربون ليس تدي لملاك السفن الفرصه ان هم يحققوا ارباح من خلال الانبعاثات بتاعتهم، من خلال الكاش باك اللي بياخدوه كنسبه او كشير من المبيعات بتاعه ثاني اكسيد الكربون الملتقط. يمكن عندنا شويه مشكله الحته بتاعه اللوجستيات والقوانين، بس مصر رايحه في الاتجاه ده ان شاء الله عن قريب. واخيرا حابب حضراتكم تقابلوا كاربون ليس، وهم في الحقيقه في جزء منهم هنا معايا دلوقتي. تحيه كبيره لفريق كاربون ليس.
حاجه جميله جدا، يعني حاجه يعني مشجعه ومشرفه. بس بحكم ان انتم مش طالبين اي دعم مادي، انا يعني هبقى سعيد ان انا بالنيابه عن اللجنه اسالكم ايه هو الاسئله اللي انتم محتاجين تسالونا فيها، ولو في اي دعم نقدر ندعمكم بيه بغض النظر عن الناحيه الماديه، ايه هو الدعم ده ممكن يكون؟ احنا في الحقيقه محتاجين حاجات ليها علاقه بالتنفيذ شويه. يعني احنا قابلنا مشكله مثلا في السيميوليشن، عشان انا ما ابتديش ان انا اهدر موارد ليها علاقه مثلا بالتصميم فيه عيب معين او هكذا، فمش لاقيين مثلا سوبر كمبيوتر ان احنا نسيميوليت عليه الديزاين المعمول بشكل سريع بحيث ان انا اقدر انفذ ده بشكل سريع. دي رقم واحد. رقم اتنين، الاجزاء اللي خاصه بالقوانين واللوجستيات. يعني يمكن دي اكتر عقبه هتقابلنا شويه لان الموضوع جديد. التقاط الكربون يمكن معروف في اوروبا، ممكن في دول زي دول الخليج، لسه جديد في مصر، بس مصر رايحه في الاتجاه ده، فبرضه الاتجاه ده يعني هيبقى محتاج بوش شويه كده في الحته دي يعني. بصوا على سوبر كمبيوتر اكسس هنا اكشلي في مركز الابتكار في وزاره الاتصالات they have access، فانتوا you can definitely reach out to them وتطلبوا، لان هم بيعملوا sometimes الدعم ده. بس انت قلت في حاجه، انت قلت بيع وتاجير، وهو لو انت هتاجره، طب هو اللايف سبان بتاعه قد ايه؟ هو من 10 ل 12 سنه، ده اللايف سبان بتاع اليونت كامله. انا في الحقيقه مش عايز الجا لفكره البيع اول حاجه، بس انا محتاج البيع عشان الكاش فلو في الاول. النموذج الامثل بالنسبه لي فكره السبسكريبشن، او ان انا اخد زي شير من الفيول سيفنجز. يعني لو الراجل ده بيحط مثلا ب 11 مليون وقود وهيضطر ان هو يحط ب 21، فناخد شير من السيفنجز اللي انا بعملها لك بشكل سنوي. انت اعتقد ان انتوا مش محتاجين، لو انتوا مش محتاجين الدعم المادي للصندوق، اعتقد انتوا محتاجين الدعم الفني للصندوق التابع لوزارة التعليم العالي، لان هو هيقدر يحل لك كل المشاكل اللي انت بتتكلم يعمل فيها. اتصال بوزاره الاتصالات، وزارة الاتصالات، الريجوليشنز، كل الحاجات دي وزارة القانوني. التعليم العالي تقدر تساعدكم فيها. اهم حاجة النتوركينج، وده درس انا اتعلمته في حياتي وانا بدرس الدكتوراه في امريكا، ان النتوركينج ممكن تختصر عليكي سنين في حياتك العمليه. شكرا جدا لحضراتكم وبالتوفيق، وحاجه محترمه جدا. هم داخلين حتى من اول لحظه قالوا احنا مش عاوزين دعم، احنا عاوزين الدعم التقني. شكرا.